التنمر بالأطفال أو تنمر الأهل بالأطفال فبيتنمروا ببعض، أو تنمر المدرسين أو المدربين، هي واحدة من القضايا المهمة جدا جدا اللي هنتكلم عنها النهاردة. التنمر اللي في الميديا اللي الولاد والبنات بيقلدوه، واحدة من التحديات الكبيرة إنه الناس بتضحك لما الهزارة دي بتتقال. كل ده هو اللي هنتكلم معاكم النهاردة فيه كمقدمي رعاية أو أهالي. إزاي نتعامل مع التنمر، إزاي نسمع الطفل اللي بيحصل له تنمر واللي بيعمل التنمر والتالت اللي بيبقى واقف بيتفرج. التلاتة هم لا مش ان احنا التلاتة هيبقوا ممثلين في الحلقة النهاردة. والبرودكت اللي هنتكلم من خلالها عن التنمر هم كتابين. عندنا كتاب أنا صاحبة كويسة من سلسلة سوبر سيف وسوبر سلمى، دول 10 كتب هيبتدوا ينزلوا. وفكرة أنا صاحبة كويسة ده للولاد والبنات، عشان ناس كتيرة بتسألنا ده للبنات بس، لأ، للولاد والبنات من سن 4 ل7. وميزة الكتاب إنه بيخلص بأسئلة هنتكلم عنه أكتر. الكتاب التاني توتة توتة فرحة الحدوتة، كتاب بيتكلم برضو عن قصة تنمر حصلت وسط جروب ولاد وبنات في المدرسة وإزاي تعاملنا معاهم. ميرا وسوسة أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات Play with Safe اهلا بيكي يا أو سوسة. Read with Safe. طيب احكي لنا بقى يا سوسة عن صاحبة كويسة. زي ميرا انتي توتة توتة، ايه بقى أنا صاحبة كويسة؟ ليه اسمه أنا صاحبة كويسة؟ ممكن ترجعي تسألني السؤال ده. بس يعني ليه مهم عامة قبل ما تتكلمي عن الكتاب انتي وميرا نتكلم نفتح موضوع التنمر مع الولاد والبنات؟ هو انا صاحبه كويسه عامه كمان قبل توته توته فتحه لذيذه كده، يعني هاديه وبسيطه، بنتكلم عن سؤال واضح جدا وصريح: ايه مواصفات الصاحب الكويس ده؟ صح. وانا من الاطفال من اول 4 سنين، فابتدي حتى وانا في المدرسه، مش ان انا خلاص الناس اللي بتعرف عليهم هم دول صحابي وافضل معاهم ولازم يبقى هم دول صحابي. لا، يعني فكره ان انا عندي الاوبشن ان انا بختار بجد الصاحب الكويس، وببعد عن الصاحب اللي مش بيكبرني، مش بيخليني في حته احسن. فبنتكلم هنا عن فكره ايه مواصفات الصاحب الكويس ده. وبرضو ماما دايما موجودة في الصورة، وهي أيوة. اللي بترد على سلمى انا بس اللي جاي الكتاب التاني في سيريز بابا، عشان مهم قوي بابا يقرا كتب زي ما ماما بتقرا كتب او تبقى بتوصل. لا، عندنا بابا كده كده في الكتب كتير يعني، هيجي لسه جاي ده جاي جامد. ايوه. هي سلمى اللي بتبتدي مع ماما، وبتقول في يوم من ايام في الاجازه سلمى ومامتها كانوا بيخلصوا مشاوير، فسلمى هي اللي ابتدت تسال السؤال: هو انا صاحبه كويسه؟ وانت ممكن تحكي لنا اكتر برضو عن فكره أنا السؤال اللي طلع من سلمى. كواليس الكتاب. احنا كنا في اجازه، في اجازه بريك بالمدرسه، فخدنا الولاد وسافرنا. ومعرفش ايه اللي حصل السفريه دي، بس جريس بنتي كبيره، يعني المرحله العمريه اللي هي كانت فيها هي مرحله اسئله، فنزلت علينا بكميه اسئله مش قليله. ليه بمسك التليفون بقى؟ عشان انا فاكره ان انا مسكت نوت وكتبت، قررت، انا قلت، انا فاكره كنت قاعده جنب ميشو، قلت له ميشو انا هسال، انا هكتب كل اسئلتها ومش هعدي اسئله كده. وعملت نوت اهي قدامي، كتبت جريس كويستشنز، وكتبت كل الاسئله اللي هي بتكتبها بتقولها. وده كان اول سؤال، انه ماما am I a good friend؟ فحكيت ورديت، وبعدين شويه سؤال تاني، شويه سؤال تالت، وكملنا في المرحله دي 2-3 من أسئلة هي سألتها هتنزل في سيريز الكتب. والحاجة التانية حالة هي كانت فيها هتنزل برضو في سيريز الكتب، حبيت أتكلم عنها أو أحكي عنها. فأنا بقى أهدي سلسلة سوبر سيف وسوبر سلمى للبكرية. وحسيت في صاحبة كويسة ده إنه ممكن أبقى وأنا في أجازة ريلاكست هادية، عايزة انفست وقت وتايم ومجهود ومركزة مع العيال، فردودي كانت مختلفة. صح. ولو اتسألتها وسط الزحمة حبيبتي صاحبة كويس، او انتي صاحبك بذمتك بعد اللي عملتيه امبارح، وانا عدي. عشان كده انا حسيت احنا فرصة ان ولادنا يسألونا اسئلة ونرد رد يفتح conversation، ده احلى حاجة ممكن تحصل للولاد والبنات لما يسألونا اسئلة. فانا كتبت في الكتاب اللي انا رديته فعلا، كتبت قلت لها
انه تقصدي بايه صاحبه كويسه. دايما بنقول اسالوا السؤال، جاوبوا على سؤال ولادكم بسؤال صح. عشان تعرفوا هم واقفين فين من السؤال. فرديت قلت تقصدي ايه بصاحبه كويسه، ومن هنا بقى فتحنا القصه الكبيره اللي صح. قدامك. ودي البدايه الصراحه اللي بحسها مختلفه قوي. وفكره انه انا بسمع مش عشان ارد، انا بسمع عشان افهم. صح. عشان كده بسالها انت تقصدي ايه بصاحبه كويسه. فابتدت سلمى هنا تقول اقصد اصحابها بيحبوها، بيحبوا يلعبوا معاها كده يعني. وهنا والكتاب ده اللي مختلف فيه ان هو انتراكتيف. فانا حتى في حته انتراكتيف في الاخر هنروح لها. صح. بس حتى هنا انا برضو ممكن اقف واقول انت تفتكري يعني ايه صاحبه كويسه. انا كأم وانا بقراه في الحقيقه قصدك. بالظبط. اسال ابني مين الصاحب الكويس. بالظبط. ودي فكره ان هو انتراكتيف، انه برضو زي كل الكتب زي كل لعب بيفتح conversation مش a one time thing. صح. فابتدي اسمع منها هي ايه مواصفات الصاحب الكويس. فابتدت تقول لها فماما هنا ردت على سلمى بقى بتقول لها انت جميله وجدعه وانا بشوفك صاحبه حلوه قوي. وده هنا مش لازم انا طبعا بقول لها خلاص هي كلمات محدده. انا اتعلمت جميله جدعه جميله جدعه. صح. يعني بنفكر بقى بنقول بجد حاجه بجد. صح. عايزه ممكن اقطعك واحكي قصه بحبها قوي في الموضوع ده. كنت زمان قوي من كذا سنه رحت قعدت مع حد دكتوره شاطره جدا، ويعني بتعالج او بتقعد مع الاطفال في صحتهم النفسيه وكده. ف كنت عندها في البيت وهي عندها 3 بنات. واحنا قاعدين بنتكلم دخلت اول بنت، مش عارفه عمري حكيت لكم القصه دي ولا لا. دخلت اول بنت قالت لي، هقول اسماء مش حقيقيه يعني، ساره this is سوسو شاطرة قوي في ده وده وده، جميلة قوي في ده، وانا مستنية جوايا. بس لما بقى خلصت كل حاجة عن سوسو شوية حاجات كده، دخلت فوفو بقى اثليت وبتحب تجري وبتعمل، مش شبه خالص اللي اتقال على سوسو، مع ان سوسو مش واقفة. فوفو حاجة تانية خالص شوية. ودخلت لولو. بجد يا جماعه قالت على 3 بنات حاجات غير بعض، وما قالتش بس هي لو تركز، بس لو نسمع الكلام، بس لو نبقى شاطرين، عارفين اللي هي الجمل الغريبه دي. فحسيت زي ما انت بتقولي فكرتيني بيها دلوقتي يا سوسه، انه نقوا كلام لاولادكم مختلف غير جميله وجدعه. انا بقول لها انا حاسه ان بنتي جميله وجدعه فقلت ده. فحلو قوي فكره هم يغيروها ويقولوا حاجه ليهم. وبالتالي تبقى اول مره يا ريت لا يتقال يا ريت لا ممكن يعني. صح ميرا ولا؟ يا ريت اكيد ما يكونش اول مره، بس احلى حاجه ان احنا نختار الحاجات اللي لايقه على الولاد بالظبط. ادينا اكزامبلز، ادينا حاجات فوكابلري كده. يعني انك ان انت اجتماعي بتتعرفي على الناس، بتاخد على الناس، لما بتلاقي حد بتحاول تابروتش او تقول له هاي ازيك عامل ايه. او حاجه تانية انك بتلقط حاجات معينه في الناس، ممكن يبقى مش اوبن which is fine، بس يبقى بيلقط مثلا ده كذا، بياخد باله من الناس اللي حواليه. دي حاجه انا بشوفها بتفرق قوي. صح. وممكن نقول عكسها بمديح يعني، وهادي كده وراسي وبتاخد وقتك لغايه ما تصاحب حد يعني. حتى العكس مهم اقوله من غير ما يحسوا نيجاتيف. صح. ايه تاني؟ قولي لنا فوكابلري تاني للاصحاب. وممكن تبقى صفات فيه يعني، انت جميله وجدعه، جميله ملهاش علاقه بالاصحاب، ده كانسان. فقولي لنا حاجات عن الانسان بقى. ممكن اقول حاجات ايه في طفلي؟ ممكن نقول له انت جميل فعلا، ونقول له بحاول افكر غير يعني غير الجمل التقليديه بتاعت انت ذكي قوي، انت شاطر قوي، انت برافو قوي. صح. في يعني ايه بتاخد اكشن يعني، انه مقدام ومبادر بس بلغه بسيطه للاطفال. يعني نحاول نقول حاجات سهله يعني. ممكن نقولها زي مثلا لذيذ، بتضحك، بتحب الرياضه، شقي ونغش، امور، حاجات كده. بتلقط المزيكا، ودنك بتسمع المزيكا أيوة. بطريقه مختلفه. حلوه دي قوي. كرييتيف مثلا، في بيكرييتوا لعب الايماجينيشن بتاع اللعب اللذيذه، بترسم حلو وبتلعب موسيقى. صح. حلوه دي عشان ندي للناس اوبشنز يعني. طب كملي لنا يا سوسه. وبعدين فابتدت طبعا ماما بتسالها انت بقى في رايك مين الصاحب الكويس. ايوه صح. هي دي الحته اللي بنفهم بقى هم شايفين الصاحب الكويس ده عامل ازاي. فابتدت سلمى تقول لها انه المواصفات بقى بالنسبه لها هو بيساعدني اقوم لما بقع، او بيلعب معايا،
او بيهتم بالناس الطيب، ودي من المواصفات اللي احنا كويسه بنفكر فيها من ايوه شويه. صح. الطيب بيديني من لعبه العب بيها، أيوة. حاجات مختلفه بقى سلمى هي كانت شايفاها. صفحه اخرانيه، فكره انه انا بتبسط قوي لما بنحكي مع بعض يا سلمى، بنعبر عن مشاعرنا، وكمان لما بتقعدي تساليني اسئله. انا بقى عايزه اسالك كام سؤال، ودي الحته الانتراكتيف اللي هنجيلها. بنفتح فتحه الاسئله اللي بعد كده. بس الاول ممكن ساره انت تقولي لنا، يعني فاهمين انه مهم قوي نعرفهم انه لما بتقعدي تسالينا اسئله دي حاجه مهمه قوي، بس طبعا زي ما انت قلتي اوقات بتيجي الاسئله في اوقات ايوه صعبه ومهلكه، وانا بجري وانا بعمل وكده. بس انا برضو عايزه اوصل لهم انه بليز ما تتقفلش ان انت تيجي تحكي لي تاني، دي مهمه. بقولها يا سوس، يعني امبارح كان معايا تليفون وسالتني سؤال، يعني محتاجه اقعد يومين افكر فيه، فلقيت نفسي بقول لها ثانيه واحده جريس، عجبني قوي السؤال، عايزه اسمعه، اديني فرصه. فخلصت بسرعه المكالمه وسمعته تاني. عايزه اقولك اني لاحظت ان بالليل قبل ما تنام جت قالت لي جمله انا شخصيا ربطاها بالموقف، ممكن اطلع غلطانه يعني، ربطاها بالموقف ان انا كاني اديت سبيس كده. فبالليل يا ميرا لقيتها بتقول لي اقول لك حاجه، انا في جمله بتاعت اقول لك حاجه بطريقه انا ببقى عارفه في حاجه، بليز قولي لي حاجه. فجت قالت لي، قلت لها ثانك يو جدا انك قلتي لي، انت ما زعلتيش؟ قلت لها عمري ما هزعل، وانا بقول ده كتير، بس رغم اني بقوله كتير لسه محتاج يوصل ومحتاجه اقوله كتير، فتخيلي لو بقوله قليل هو اكيد مش واصل. الجمله بتاعت بحب تساليني اسئله محتاجين نقولها كل مره، اولادنا وبناتنا يسالونا سؤال. ثانك يو جدا على السؤال ده، سؤال تحفه. ايه السؤال ده؟ يعني كل واحد بطريقته، وممكن اقول مش عارفه اجابته. فمره قلت لها على حاجه كده قالت لي جوجلت وهنا انا خفت جامد قوي. قلت لها بس انت عارفه ان مش دايما جوجل عنده الاجابات الصح. طبعا. قلت لازم امهد بس عشان ايه. وقلت لها هدور وارجع لك، بس دايما ان انا احيي ولادنا ان هم بيسالوا. وممكن اقول، وبتحصل لي كتير قوي، بتسالني سؤال بعد ما يبقى خلاص اختها راحت في النوم وهي بتنام، لا تحفه ممكن بكره، مش هتكلم في ده دلوقتي، فاتس اوكي ان انا ااجله، مفيش مشكله، مش عايزين نحسوك بقى. وهنا احب اقول لمحبي التربيه الايجابيه يا ريت تبقى تربيه وايجابيه، عشان هي احيانا بتبقى ايجابيه من غير تربيه وبينفخونا كلنا. فمهم البالانس، انه مش وقت ما حبيت اسال هاخد اجابه، لا ممكن ادي فرصه اللي قدامي، او مش وقته دلوقتي او كده. فدي يعني ردا على سؤالك يا سوسة بتاع تشجيع عن السؤال. هنا بقى مين اصحابك بقى؟ هنا بقى عملنا فكره، عملتها انه حاسه عايزه اسمع. عارفه انا وانا بكتب الحتت بتاعت، انا اتفاجئت لما هي جاوبت لي على الاسئله وقالت لي بيلعب بيديني من لعبه. وقتها يعني كان وقت مدرسه وكده، ومش بنروح عند بلاي ديتس او كده، كان لسه في وقت الدراسه. المدرسه وقتها كانت في اول السمستر عشان صغيرين بتقلقوا ان الولاد تيجي بتوي، كانها من ضمن الايس بريكنج ثينجز يعني بتحصل في الفصل. فاللي كان بيلعب بالتوي بتاعته هي حست ان هو في اول السنه الدراسيه كده ايه، داخل السنه لذيذ يعني، فعشان كده قالت جمله بيحب بيديني من لعبه والعب بيها. فانا هنا حسيت عايزه اسال اسئله. طيب ثانك يو انك بتساليني، احب قوي افهم منك مين اصحابك. 3 اسماء اللي اتقالوا مش اللي انا متوقعاهم او اللي انا متوقعاهم، حاجه حلوه قوي. ايه اكتر اصحاب بيخلوكي تفرحي؟ طب ايه الحاجه اللي بيعملوها بتفرحك؟ لما قالت لي ما حد بيديني هاي فايف الصبح، لما عارفه يا مامي فلان ده بيبص لنا الصبح ويدور وشه، بس ممكن يبقى نايم في الباص مثلا يا جريسي فمش فايق، فاكتشفوا فعلا ان دي مشكلته يعني. we open discussion. طب لو عندي هنا عشان التنمر بقى، لو عندي حد من اصحابي في المدرسه جت قالت لي ما تلعبيش مع نور، هعمل ايه؟ حطينا الاوبشنز، هسمع كلامه، لا مش هسمع كلامه، هقول له ليه مضايق، وسايبه سبيسز فاضيه ليهم هم يقولوا. ولو مش بيقروا البيرنتس تلقطها كده وتجاوب هي. مين من اصحابك في المدرسه بيكون لوحده؟ ساد بارت ما كفوش 3 بس، قالت اسماء كتير قوي قوي الناس ساد. والموضوع ده بيحصل منه
مثلا حد يقول مثلا ما تلعبوش مع فلانه دي صاحبتي، ففلانه بقى مشكلتها انها تحس ان كل الفصل مش بيلعبها، بس هي في واحده قالت ما تلعبوش مع دي، مش انه يعني هي صاحبتها بس عايزاها لوحدي، فممكن يبقى اوت اوف تنمر، ممكن اوت اوف التانية نفسها يبقى عندها حد سيبوها لي بقى، يعني مش مهم، لازم نعرف the reason. دايما بنقول the why behind the what، ايه الواي اللي ورا ده، وبعدين نعمل ايه معايا يا سلمى، هروح العب معاه بكره، هكتب له جواب، هجيب له حاجه حلوه، وسلمى تبتدي تفكر، وفي الاخر دايما بنبسط لما بنقضي وقت مع بعض ونتكلم على اللي حاسينه. ف دي الحته اللي دايما اكشن كده في الكتاب بتاع سلسله سوبر سيف وسوبر سلمى. في مفاجاه تانية في الكتاب صح، اللي هي اللي هو الكتاب ده احنا ممكن نسمعه، فممكن صح. في العربية هو متسجل صح. اوديو فنشغله نسمع حتى بس واحنا يا جماعه بنقرا الموضوع الستوري. ده لانه بيسيف تايم جامد قوي في العربيه في المشاوير الطويله. ميرا قبل ما تقولي لنا عن توته توته شويه، قولي لنا اوكي بروح حضانه، بنروح مدرسه، نتكلم عن التنمر، بنعمل البرايفت سيشنز. فمره في احكي لنا عن دي اللي جمعت الفصل دي ده كذا كذا اكزامبل ليها. قررت تجمع فصل بنتها في المدرسه، واتفقوا على يوم البلاي تايم بتاع الولاد وكلمونا، فرحنا هناك في المكان اللي عاملين فيه التريننج. بيبقى يوم لذيذ قوي، بيبقى في قبليها في فقره مثلا موفي تايم او قبليها فان تايم، وبعدين احنا بنيجي ندي التريننج او السيشن بتاعتنا ونقضي وقتنا مع الولاد وممكن نسيب لهم واحده من حاجات الجيف اويز بتاعتنا بالظبط. وبعدين بيبقى احلى وقت بقى البيرنتس كمان بيبقوا عايزين يستفيدوا في نفس الوقت، فبدل ما فبنقعد مع الاولاد لوحدهم، هم they don't need to يعني مش بيبقوا محتاجين يبقوا قاعدين مع الاولاد في نفس الوقت ده سوبرفيجن او حاجه. بالظبط، بيبقوا الاولاد قاعدين معانا، والاهالي بيبقوا قاعدين بياخدوا هم التدريب بتاعهم لوحدهم على نفس الحاجه، فيطلعوا هم الاثنين متعلمين. this is something we offer في سيف البرايفت سيشنز. يعني انا فاكره مره حد من التيم قال لي انه المدرسه ما كانتش عايزه نعمل الورك شوب، واحيانا المدرسه بتقاوم فكره السيشن، بيبقوا قلقانين انه مثلا لا ما احنا مش محتاجين او كده which is عادي. فقررت هي الام تجمع الولاد وتعمل الميزه في دي زي ما انت بتقولي يا ميرا، انه بنفصل السيشن على المشاكل والاكزامبلز الولاد بتعدي بيها. ايه قصه توته توته؟ يعني مختلفه عن انا صاحبه كويسه في انه رحله مدرسيه انا عارفه، فقولي لنا اكتر. دي كانها برايفت توك ودي ستوري. توته توته قصه سيف واصحابه في المدرسه. اصحابه بقى بس مهم قوي ناخد بالنا قد ايه اصحابه مختلفين. دي باينه في اول في الكفر، وباينه لما ندخل جوه. مختلفين مش بمعنى اي حاجه we don't accept، لا، معنى انه في حد من بلد تانية ولونه مختلف، في حد قاعد على ويل شير، لانه بنشوف حوالين ولادنا في اماكن مختلفه، في نادي، في مدرسه، عنده ايا كان حاجه محتاجه مساعده different ability بنسميها. exactly. وحد تاني من بلد تانية فلغته كمان مختلفه، صح، سوري ومن السودان وحد على ويل شير. واحنا حاليا around us ناس من سوريا وناس طبعا من السودان ودلوقتي ناس من فلسطين، فعندنا يعني اخوات كتير قوي مختلفين واشكالهم مختلفه حوالينا، فكان مهم يبقى فيه بنتكلم عن الموضوع. بحس انه لما بنجيبش سيره الموضوع، يعني بحس ان موضوع الويل شير او اللانجوج او اي حاجه في الوش مختلفه او كده، بيميلوا الاهالي بص الناحيه التانية. يعني مش بنبقى عايزين نبرق بطريقه نحسس الشخص انه مش مرتاح، بس محتاجين نشرح ايه المختلف وليه مختلف فيفهم انه بارت من الحياه. قولي لنا يا ميرا بقى ايه اللي حصل مع سيف في الرحله؟ سيف كان واخد اصحابه، وبعدين يعني هاخدكم تروح كتاب شويه سريعا. وهم رايحين بداوا اصحابه يقولوا له انت هتقعد جنب دول. بدا واحد من اصحابه كان هو اكتر حد متعارض مع الاختلاف، يعني فحس يقول انت هتقعد جنب دول شبهنا خالص على فكره. وبدا يسمع اللانجوج بتاعتهم مختلفه. لو حد سوري وهو بيقول له ليش اتاخرت، فقال له لا ده انت مش ازاي هتقعد جنبهم. فبدا سيف عايز يشرح له انه لا انا عايز اقعد جنبهم. وهنا برضه ممكن نقف جنب كل صفحه ونتكلم مع اولادنا، فنسالهم تفتكر ليه هو مش عايز يقعد جنبهم. مين عندك اصلا ممكن نقول اصلا مثلا مين في الفصل عندك من ناشوناليتيز مختلفه؟ صح وليه؟ صح، حلوه السؤال بتاع ليه.
وليه مش عايز تقعد جنبهم؟ why do you feel هم عشان مثلا ممكن يجاوب يقول هم مختلفين. طب ليه شايفهم مختلفين؟ فنرجع للايدنتيتي اللي كنا بنتكلم عنها قبل كده، انه لا هو انسان زيه زي بلده مختلفه. وبعدين بداوا بقى ياخدوهم فقرات بقى جوه الرحله بقى، راحوا يلعبوا سبورتس آه. ومش عارفه ايه وحصلت مشكله هنا انا فاكره. في السبورتس كانوا بيتريقوا، كان برضو نفس الولد اللي مستغربهم كلهم بيستغربوا ويتريق انه لا ازاي حد على ويل شير قاعد طب بيلعب. ميرا، واحنا بنجوب بسرعه على الكتاب، عايزه بس اقف هنا في حاجه برضو افتكرت حصلت في شور. مدرسه. لما بنخش فصل ويبقى فيه المتنمر قاعد، فانا قولي لنا مبدئيا مين الثلاثه وبنتكل كل حد ازاي، وده بيحصل برضو هيبان في القصه، بس قوليها لنا. في متنمر، وفي حد بيتم التنمر عليه، وفي واحد واقف بيتفرج. دايما الثلاثه موجودين، وممكن حد منه لا، ممكن عيالنا يبقوا الثلاثه اصلا باشكال مواقف مختلفه. فممكن قوي ندخل فصل وبنبقى عارفين انه ده في متنمر الفصل، في فصل هنا، في ولد هنا في كلاس متنمر. ف بديله بقول وانا بتكلم معاهم بقول له ليه ممكن يبقى حد بيعمل كده؟ ما هو ممكن يبقى فاكر ان دي حاجه فن، بس يو نو وات ده مش الفن. ممكن يبقى فاكر كده انه جامد، بس يو نو وات الحقيقي بتاعك او قوتك الجامد الحقيقي انك تكون بتحترم صحابك وبتسمعهم. ممكن حاجه مهمه جدا يبقى هو حد بيتريق عليه بره بس هو مش عارف يقف لنفسه، فراح المدرسه لانه دي بقى الناس اللي انا عارف اتريق عليها فاعمل فيها كده. فمهم قوي اني ابقى بديله بتكلم معاه ده، وابقى بحترمه واقول له واعلمه ازاي محتاج يعتذر، ازاي محتاج يسمع صحابه لما يقولوا انهم متضايقين. ده بالنسبه للمتنمر. اللي بيتم التنمر عليه بعلمه ازاي يدافع عن نفسه، ازاي يقف يقول لا انا مش بحب كده، او انا وقف اللي انت بتعمله، او ازاي يروح امتى يروح يتكلم مع حد كبير، يعني امتى يروح يقول لحد لا تعالى في حاجه بتحصل في الفصل محتاج فيها مساعده. واخر واحد وده مهم قوي، اللي بيقف يتفرج. مهم قوي نعلم ولادنا انه لما تشوف موقف ما تقفش تتفرج وانت وبس كده. طب هسأل سؤال لسوسة، اللي بيتفرج ده يا سوسة، ايه اللي ممكن يحصل يتحول المشهد بسبب ان انا اتكلمت مع اللي بيتفرج؟ اشرحي لنا الحته دي. يعني جزء كبير قوي من التنمر انه لما انا بشوف حاجه الناس بتعملها فانا بخاف، مش ببقى عارف ازاي انا اقف كده لوحدي من نفسي واقول اللي بيحصل ده غلط، اللي بيحصل ده مش عاجبني. بيبقى صعب قوي على شخص واحد يقف، بس لما بيبقى اكتر من شخص بيبتدوا فبيبقى الفويس الكامل او الكالتشر اللي موجوده في المكان انه ده ما بيحصلش، ده ما حدش بيوافق انه بيحصل. فبيبقى اصعب قوي على المتنمر ان هو يقف يعمل كده قدام الناس اللي عارفه ان هم هيقفوا له. صح. فالباور والقوه بتاعت الناس لما بتتجمع وعارفه ايه الكالتشر وايه الفاليو اللي احنا قاعدين بيها، واللي احنا الصحاب حتى ما بين جروب الصحاب عارفين انه ده مش مقبول هنا، خلاص يعني هو اصلا المتنمر بيخاف يعمل كده. صح، كأنه بيتغذى على انه في فيدباك من اللي حواليه، كمل كمل كمل. بالظبط، ده حاجه الناس بتضحك عليها فانا ببقى لذيذ قوي، حاجه الناس كلها كمان بتكمل عليا بتبقى هزاره. وده من اكتر الحاجات اللي بيخليهم يكملوا، انه في فرق ما بين الهزار وما بين التنمر. فلما بيبتدي يفهم انه ده مش هزار، ما فيش ناس بتضحك، يعني ساعات حتى بنقول لهم as simple as don't laugh، ما تضحكش. لما بيسألوكي نعمل ايه طيب لو احنا واقفين، يعني صح. بس كل ما مرة في مرة الاقي الناس خلاص ما بتضحكش، الموضوع مش مضحك، ما فيش اي حاجة بتضحك في الموضوع، مش هكمل خالص. جملة مش بنهزر على بعض، بنهزر مع بعض. رجوعا لميرا، وعارفة ان هنا سيف في مفاجأة في الكتاب، بيعمل حركة كده خبيثة، وبيعملوا كوستيومز وبيلبسوا كوستيومز عشان يستخبوا. بعدين لما استخبوا لعبوا مع بعض، وكأنهم أدركوا يعني بعد ما استخبينا لعبنا مع بعض، لأ. وبعدين لما قلعوا كوستيومز لعبوا مع بعض وكملوا. بيحكي لنا سيف في آخر القصة ازاي الرحلة بقت مختلفة وكلهم قاعدين مع بعض في الباص، غير خالص في الأول. ميرا، ايه أوحش حاجة يعني to what extent التنمر ممكن يبقى وحش؟ يعني هل ممكن انا كبيرنت، عشان انا عارفه ان في بيرنتس بتسمعنا تبقى حاسه يعني خلاص سخف عليه وخلاص، يعني لا، ممكن الموضوع يوصل ايه؟ قوليلنا شفتنا ايه قبل كده مثلا في اماكن رحناها او كده لا الموضوع كان وحش قوي. او ممكن يوصل من اول انه متضايق او مش عايز يروح المدرسه او مش عايز يروح الخروجه، تو اصعب حاجه suicidal thoughts، حد مش عايز ودي شفناها كتير على السوشيال، حد عايز ينهي حياته، انا مش عايز اروح مدرسه، مش عايز اقابل الناس، فعايز انهي حياتي من كتر ما
في ناس بتضايقني او بتتريق عليا واحنا مش بناخد بالنا. ممكن ساعات كتير كاهالي دي هزاره ما تعديها وحاجه. انا بشكل شخصي كنت بسمعها كتير قوي في اطفال حواليا واحنا صغيرين، ما هزاره يعني يقبلوا الهزار عشان صح. يعني ما تفسفوش الحاجات يعني خلاص بي يعني. اوبن على فكره عشان الناس تبقى بتلعب معاك كمان، which is حاجه بتهيألي يعني very very wrong ان احنا ده التنمر الاوبنس بيحصل في كل الاعمار مفيش للولاد والبنات، بين اولاد وبنات، اعمار مختلفه، جامعات، مدرسه، ما هو ملهاش. ممكن يحصل من حد caregiver ممكن طبعا، parents وممكن teachers. يحصل مننا على بعض في قعده عيله فالولاد تشوف فتعمل زينا. ده صح ممكن أوي. قوي قوي يبقى بيحصل معنا. لو داخلين قعده العيله عماله تريق على هدوم سوستها هيقعد هو يخش، او على نضارتها وشكلها هيعمل هو كده جوه. بس ممكن اشارك بحاجه من الحاجات اللي حصلت في مدرسه. كنا مع كبار اساسا لو تفتكري، كانوا ثانوي، وواحد من الولاد وحد من الولاد كان بيتريقوا على بعض، فبيقول ما انا مش هينفع اشوفه داخل كده وما اتريقش على شكل نضارته. فراح قايل لها بس انا بتضايق وعمري ما قلت لك. اول مره كان يقف يقولها، وكان فصل كان خناقه كبيره، كنا عاملين ديسكشن عن التنمر، كانت خناقه كبيره قوي، 2 واقفين قدام بعض. فراح هو الولد قال لها بس، وكان حد جامد قوي في الفصل، قال لها بس انا بتضايق. ووقفوا سكتت يعني. لو تفتكري يا استاذ اليوم ده. واللي انت بتقوليه انت وصصه حلو قوي، لانه ممكن الشخص يبقى مش متوقع انها بتوجع كده. فواحده من الحاجات اللي بنعلمها فكره انه يعبر عن مشاعره، فيدرك الشخص اللي قدامه انه متضايق، انه مش مبسوط. ثانك يو على ميني سيشن للتنمر بيحصل وموجود وحوالينا، وبيأثر جدا على الصحه النفسيه لاولادنا وبناتنا. ابتدوا بنفسكم، شوفوا بتتنمروا عليهم وانتوا مش واخدين بالكم ولا لا. قولوا لنا لو عندكم اسئله محتاجين نخوض في الحته دي اكتر، ابعتوا لنا بليز. و ابعتوا لنا اسم الولد اللي بيضايق اصحابه في قصه توته توته فرقه الحلقه في الكومنتس، ونشوفكم في الحلقات اللي جايه.